مشكلة صغيرة كده إن اسمك متشابه مع اسمين، وكذلك اسم والدتك متشابه برضه مع 2 ستات، واحدة من المحلة والتانية من سوهاج كده على قد ما افتكر. وانت كمان كنت قلتي لي ان البطاقة الشخصية بتاعتك اللي ضاعت منك كانت طالعة من اسم عين شمس. طب ما اقول لك على حاجة يا صلاح. قول يا. طب ما احنا ممكن نعمل لها بطاقة جديدة خالص باسمها، وشهادة ميلاد جديدة زيها برضه، على انك ساقطة قيد. هو كده ينفع؟ لا كله بينفع، بالفلوس بينفع، بالمعارف، بالحب، كله بينفع، مفيش حاجة هنا بتنفعش. بس هو كده يبقى حلال يا حاج؟ الضرورات تبيح المحظورات يا حاجة. وبعدين انت مش بتقولي ان هي بنت ناس وانت ضمناها وزي بنتي؟ يا لهوي دي بنتي فعلا. طب هتسيبيها كده بلا هوية؟ خلاص بقى يا زينب، مقضية بإذن الله. بس انت بقى روحي هاتي لنا السمك قبل ما يتنقض. حاضر يا حاج، وهركب المشروع من ناحية البحر صح؟ برافو عليكي يا اختي فالحة. وليه ما انا اوصلها؟ ما انا كده كده نازل. حلوة قوي، ده جاتلك توصيل على الجاهز. خلي بالك من نفسك. حاضر يا حاج. ونقي السمك طازة وحلو. هعمل كده. خلي بالك عليها، دي أمانة عندنا يا ابني. فنان صلاح. يلا السلام عليكم يا حاج. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هرجع لك انا تاني اكلمك برضه. ماشي مستنيك. فاكرين احسن. بتعملي ايه؟ ما الحاجة مدياني فلوس. والله العظيم ما يحصل عليك. ماشي. خلاص السلام عليكم. بس أنا خايفة للحاجة تزعل. من ايه؟ عشان ما اشتريناش السمك من الحلقة زي ما هي قالت. يا ستي ما تخافيش، الراجل ده حاجته بتطلع من البحر طازه، وانت منقيه كام سمكه حلوين. ولسه لما تدوق وعمايل ايديا. يا ستي تسلم ايدك من قبل. اسكندرية حلوة قوي. اسكندريه طبعا عروسه. استاذ محروس، هو انا ينفع اطلب منك طلب؟ انت تأمري. هو المرسى ابو العباس قريب من هنا؟ مرسي؟ يعني مش قوي. خير؟ اصل كان نفسي اروح ازوره واقرا له الفاتحة. ينفع؟ ينفع طبعا. بجد؟ طبعا. انت بتحبي بقى تزوري الاولياء وكده؟ هو ده بقى يا ست المرسي ابو العباس. بسم الله ما شاء الله. انا هنزل اصلي بقى. يبقى ادعي لي معاكي بقى. ايه ده، انت مش نازل معايا؟ انا استناكي هنا. ماشي. ما تاخريش يا زينب. حاضر. قوم يا اخويا، بقينا على العصر. قوم لف لنا سجارة كده نصطبح، عشان عايزة اروح الشغل بدري. انا مش هروح معاك المحل تاني يا فتوح. هي البانة في ايه؟ حصل ايه؟ ما خلصنا. ده احنا راجعين امبارح من الشغل، شغل يوم واحد ب 1500 جنيه. يا ستي روحي انت، انا وجودي معاكي ملوش لازمه. لا ليه؟ وانت عارف انا لو نزلت الصالة لوحدي هتاكل. انت سايق عليا العوج ليه؟ ايه اللي في دماغك؟ اللي في دماغي بيقول لي ما اجيش معاكي تاني. يا ابن الحلال، نستند على بعض، وهو اللي يسري عليك يسري عليا. يو بقى يا فتون، انا عندي حفر عايز اردمها، سيبيني في حالي بقى. حفر ايه يا اخويا اللي انت عايز تردمها دي؟ كنش عسلية. هي ممكن تكون بلغت عن قتل الحسن ومصيبة الونش. انت صدقت اسبوع العسل اللي عشته معاها؟ ده احنا طابخينه سوا. عسلية عمرها ما حبتك ولا طاقتك ولا شافتك راجل اساسا. يا حاج صلاح، انا شغلتي نلف في الشوارع ونقابل الناس، يعني بنعرف في البني ادمين. وزينب دي روحها طيبه والله. والله يا اخويا انا شايف اللي انت شايفه بالظبط، بس قول يعني لو تدي لنفسك فرصه شويه تفكر. افكر عشان يحصل ايه يا صلاح؟ البت مقطوعه من شجره وقاعده معانا، ايه اللي هيتغير؟ طب هنسال مين طيب عشان نعرف عنها حاجه؟ وبعدين بيني وبينك يا اخويا، انا ما صدقت ان قلبي مال لواحده بعد ما الفت الله يرحمها. بص يا صلاح،
تكلم الحاجه ام صباح، خليها تسالها اذا كانت توافق تتجوزني ولا لا. من عينيا، واللي فيه الخير ان شاء الله ربنا يعمله.